علي عباس من مسافه بعيده بيجرب وبيشوت، ولكن الكره الماضيه خطره، جول! الله! هدف لمصلحه فريق نادي النصر بمتابعه وليد مراد. اذا وليد مراد بيفتتح اول اهداف اللقاء في الدقيقه الخامسه. تسديده قويه من علي عباس، لم يحسن الحارس اسماعيل ربيع انه يتصدى لها بشكل سليم، لم يتصدى لها، عدت ووصلت الكره سهله الى وليد مراد اللي اقتنص الكره الماضيه وسجل من خلال هذا. شوف الكره خطورتها كانت في النهايه، ضربت في الارض قبل لا توصل لاسماعيل ربيع، وبالتالي ارتبك اسماعيل ربيع ولم يسيطر على الكره الماضيه ليسجل من خلالها وليد مراد اول اهداف اللقاء، ويعلن عن تقدم النصر في الدقيقه عبد الله ربيع اماميه باتجاه اندياي سامبا. سامبا خطره للمرمى من اندياي سامبا، للمرمى من اندياي سامبا. اذا هدف نصراوي ثاني في الدقيقه 42 لشوط المباراه الاول عن طريق اندياي سامبا. اندياي سامبا في كره مفاجاه بيسجل في مرمى فرقه الشباب، يبدو انه يصدد في احد المدافعين وذهبت الى المرمى. راح نشوف اندياي سامبا والمحاوله والتسديده الى شباك اسماعيل ربيع، معلن عن تقدم فريق نادي. مرتده سريعه لفريق نادي النصر وسليمه الكره الماضيه باتجاه يوسف موسى، وموسى للزروالي، والزروالي الى حارس المرمى والى الشباك. النصر يسجل ثالث اهدافه عن طريق وليد مراد بهجمه مرتده سريعه منظمه. هات وخذ، بدات بكاظم علي الى ان وصلت الى اندياي سامبا، ومن سامبا الى يوسف موسى، ومن يوسف موسى الى الزروالي، ومن الزروالي الى وليد مراد. اخيرا دخلت شباك فريق نادي الشباب. شوف الزروالي حاول ابعدها اسماعيل ربيع في المره الاولى، وحاول مره ثانيه ولعبها عرضيه، عدت من اسماعيل ربيع ومن مدافعيه لتجد وليد مراد المترقب والمتربص للكره الماضيه ليضعها بالشباك، معلن عن تقدم النصر بثالث اهدافه في